فرصة محمود صابر اللي ضيعها مصطفى محمد، وضيعها مش عارفين، أقسم بالله العظيم. ده بيثبت فعلا إن ده لاعب قمة في الغباء. لاعب زي ده، كورة جاي محمود صابر خلصها من بين الاتنين السردباكات ودخل بالكرة وشه للجون، ومصطفى محمد ظهره للجون. احنا لما كنا بنلعبها وظهرنا للجون، كنا المدافع اللي جنبينا كنا بناخده ونحجزه عليه علشان خاطر نفتح له سكة وطريق على المرمى، علشان خاطر تبقى الرؤية بتاعته واضحة، علشان يشوف هيحط الكرة فين. ده مصطفى محمد اللي ضيع فرصة هدف لمحمود صابر، والكرة دي كانت كفيلة تخلي مصر تفوز على نيجيريا 1-0. انما تطلع بعد كده ناس تقول لك ان ده احسن راس حربة في مصر. مش عارف، ظهره للجون، خدها ما بين رجليه وهو في الاوفسايد، وشاتها في نص جون. يعني يا ريته شاتها في الزاويه اليمين ولا في الزاويه الشمال، ولا حطها حتى في سقف الجون. لا، ده شايتها على الارض وفي نص الجون. ادي مصطفى محمد.